مرة تشوفوني. انا جمعة خطاب. ما تنسوش تشتركوا على قناتي على اليوتيوب وتيك توك وانستا وفيسبوك. لو زهقتوا من الاكل التقليدي وعايزين تعملوا حاجة جديدة مع بعض، تعالوا نعمل بتنجان بطريقة سهلة وبسيطة ومختلفة. هنقطعه كده زي ما انتوا شايفين فتحات، بس مش للاخر، وبعد كده نقسمه من النص. نجيب بولة ننزل عليها بمية وملح، هنسيبه 10 دقايق كده ينزل المرارة بتاعته شوية. نكون جهزنا اللحمة بتاعتنا. معانا اللحمة المفرومة، بصلة مبشورة، معلقة فلفل أحمر، وننزل عليها بمعلقة من الصلصة. وكمان بقى معانا التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة والزيت والبقسماط. نخلط كل المكونات مع بعض كويس. هنجيب بقى البتنجان ونوزع اللحمة كده في الفتحات زي ما انتم شايفين، ونضمها على بعض وهنرصه في الصينية. وهنعمل الصلصة بقى: ننزل بمعلقتين زيت في الطاسة، معاهم معلقة من الصلصة، ونقلبهم. ننزل عليهم بمعلقة من الثوم المفروم وكوب مية دافي وفلفل اسود وملح، ونسيبها تغلى 5 دقايق على النار. وبعد كده هنبدأ نسقي بيها البتنجان بتاعنا. انا هرفعها على البوتاجاز 5 دقايق كده تبدأ تستوي، وبعد كده ادخلها الفرن تاخد لون خفيف. لو حابين تحطوها في الفرن من الاول براحتكم. بجد سهلة وبسيطة وطعمها خطير. جربوها وقولوا رأيكم. سلام.